بأن الشهيد بمن القضايا الوطنية للشعوب والعمل على ضم كافة المكونات والفئات المجتمعية إلى صفوفها. على ميراثها الثوري كان كفيلا بالإبقاء على اسم الحركة على حالها. حركة المجتمع الديمقراطي تقدم ولم يتغير. هذا الاهتمام نابع من تجربة الحركة بإمكانياتها السياسية والفكرية والتنظيمية. لذا ارتأينا في آلية تنظيم مؤسسات المجتمع المدني في ظل حركة المجتمع المدني، تزامنا مع تشكيل الاتحادات التي لم تكن موجودة، بالإضافة لإعادة النظر بهيكلية الاتحادات والمنظمات السابقة، وبإشراف من الرئاسة المشتركة، وتتقيد بالقوانين وشروط النظام الداخلي والفنانين. وفي الآونة الأخيرة يتم العمل من أجل مكتب التنظيم هو المسؤول عن الأعمال التنظيمية للحركة في المدن والمناطق بهدف التنسيق بين